السلام عليكم، معايا فيديو جديد. لو عجبك الفيديو بيجرى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ناس كتير كانت سألتني ان هي عايزة تقلب العربيات بتاعتها غاز، وكانت خايفة وقلقانة ان هو بيسمع انه بياكل من عمر الموتور. انما دلوقتي الغاز الحقن ما بقاش فيه اي مشكلة. انت دلوقتي بتركب دي عربية مركبة غاز حقن، فالغاز الحقن مفيهوش اي مشكلة، وده مكان اللي احنا بنمون منه. ودوت جهاز اللي هو التحكم، وده جهاز دافع للسرعة. ده جهاز دافع للسرعة بيدي العربية دفعة بجهاز السرعة، بينظم العربية في السرعة. وده جهاز التحكم. ماشي تمام. ودي مسطرة الحقن. دي مسطرة الحقن اللي احنا بنشاور عليها دي، اللي هي بتنظم الغاز. غير الغاز العادي. الغاز العادي كان بيعمل مشاكل كتير، والعربية بتنتش، والعربية متتعب صاحبها، وكان في مشاكل كتير. انما الغاز الحقن دلوقتي بقى كويس، والعربيه بتمشي معايا كويسه. انا جربت العربيه ومشيت بيها مشوار، لقيت ان العربيه ما فيهاش اي مشكله، كانك ماشي بعربيه بنزين. حتى لما شغلت التكييف لقيت ان العربيه ولا بتنتش ولا بتعمل اي حاجه، ماشيه كانها بنزين، ما فيهاش اي مشكله، عشان هو في جهاز تحكم. انما الاول ما كانش في جهاز، كان في مسمار كده بتلعب فيه انت لو العربيه مش مظبوطه، بتلعب فيه انت مش مظبط معاك، الصنايعي بيلعب لك فيه، تنزل انت تلعب فيه. انما جهاز الحقن ده دلوقتي بقى ظابط العربيه. يعني الجهاز ده ظابط العربيه في السرعه وفي التنظيم وفي كل حاجه، مبقاش فيه اي مشكله. فلو اي حد عايز يركبه فما يقلقش منه، بيروح يقدم في المحطه، بيدفع 500 جنيه او 600 جنيه، وبعد كده هما بيتصلوا بيه، بيجي يركبه. وكل شهر بيدفع 550 جنيه او 600 جنيه، بيحولهم على فودافون كاش. الاول بقى الغاز العادي كان من هنا مكان ما انا بشاور كده، كان في مسمار انت بتظبطه، بتوطي بتعلي عشان العربيه تظبط معاك تلعب فيها. انما دلوقتي مبقاش فيه لعب، هو الجهاز الحقن هو ظابط الدنيا. اي حد بيروح يركب دلوقتي بيركب غاز حقن، وبيوفر معانا كتير في الفلوس، يعني توفير جامد. يعني مشوار لو ب200 جنيه، في الغاز هيبقى عامل 60-70 جنيه. فدي حاجة موفرة جامد، وما فيهوش اي مشكلة. انا ركبت العربية رحت بيها مشوار واتنين، لقيت ان هو مش عامل اي مشكلة وماشي معانا كويس. فلو اي حد عايز يركبه فما يقلقش، ما يقلقش. يعني انا شفت واحد واتنين وعربية واتنين قبل ما اطلع الفيديو، لقيت ان هو كويس. فاي حد عايز يركبه يتوكل على الله، يعني ما يقلقش من حاجة.